السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين المنظر الجميل ده الطبيعي؟ شوفي بقى لما تصحي من النوم واقفة في البلكونة وتصحي على الفيو ده، حاجة خيال تهدي الأعصاب. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده اهو، فيو جميل قوي 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 اهو. بصوا حبايبي، وهنا الشارع العمومي اهو باين اهو. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تهدي الروح كده وتهدي النفس، وحاجة كده خيال اهو. ما شاء الله. اللي يعرف بقى الفيو ده فين يقولي ويكتب في التعليقات. ولكوا عندي 200 جنيه حولهم لكم على الفودافون كاش. اكتبولي في التعليقات المنظر ده فين اهو. زي ما هو هنا في مصر يعني بسهل لكم الموضوع. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ تحفه 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 اهو يا حبايبي. وده شارع جانبي اهو. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شجعوني واكتبوا لي تعليق حلو وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها والوصفات الجميله اللي مش هتلاقوها في قناه تاني. انا المحتوى بتاعي جميل قوي، كل الناس بتقول لي كده في التعليقات. فانا بس مصوره لكم الفيديو ده النهارده عشان تشوفوا المنظر الجميل اللي انا شايفاه ده. انا قاعده النهارده كده طول النهار في المكان ده، فنفسيتي بتستريح بصراحه لما بشوف المنظر ده. والزرع جميل قوي والخضره حلوه قوي ما شاء الله. دايما من وقت لاخر الواحد محتاج يهدي اعصابه ويخرج من الروتين اللي احنا ما بنخلصش منه. كل يوم اللي نسبح فيه نقوم فيه، اللي نسبح فيه نقوم فيه. الحمد لله والشكر لله. طبعا احنا احسن من غيرنا، بس لازم الواحد يفصل يا جماعة. يعني لازم تفصله يوم في الاسبوع. شوفي ايه بتحبيه اعمليه يوم في الاسبوع، ساعتين في اليوم، ساعة كل اسبوع. انا ببسط لك الامور. شوفي ايه اللي انت بتحبيه ويسعدك اعمليه. واحدة صاحبتي والله قالت لي الكلمتين دول، قالت لي بصي يا ام يوسف، شوفي ايه بيسعدك يوم في الاسبوع اعمليه عشان ما تتضايقيش من الروتين اليومي. فهو ده اللي انا بقوله لكم برضو يا جماعه. حاولوا ان انتوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها اعملوها يوم في الاسبوع. سيلي رحمك، روحي عند واحده صاحبتك تعز عليكي طبعا، تكون قريبه منك قوي قوي قوي. لان طبعا صعب قوي ان انت تلاقي حد يحبك ويحب الخير ليكي. يعني ممكن تلاقي واحده، يعني ممكن تصاحبي 100 واحده، بس اللي تقولي عليها صاحبه هي واحده بس. روحي عند واحدة صاحبتك، روحي عند ولادك. لو ليكي ولاد متجوزين روحي لهم يوم، لو ليكي قرايب روحي لهم واديهم وسيلي رحمك، بتاخدي ثواب بتاخدي اجر من الله. لان صلة الرحم دي ربنا سبحانه وتعالى وصى بيها. فلازم ان احنا نعمل اي حاجة يوم في الاسبوع احنا بنحبها. ما نفضلش كل يوم اللي احنا بنقوم فيه نسبح فيه اللي احنا هنزق وهنمل. قربي لربنا، اقعدي تسبحي لربنا، اقعدي احمدي ربنا واشكريه على النعم اللي انت فيها. طبعا لو بصيتي حواليكي وقلتي لا ده انا تعبانه ومش عارفه ايه، لا، بصي المستشفيات، بصي اللي بعد الشر يعني عليكي وعلى كل اللي بيسمعني، اللي بيغسل كلى، بصي اللي راقد في السرير، بصي للمريض. الحمد لله تقولي يا رب احمدك واشكر فضلك يا رب، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيره. طبعا المرض ده نعمه من ربنا، نعمة، والواحد بياخد عليه أجر وحسنات. فدايما الواحد يفتكر الحاجات الكويسة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها له في حياته. ان انت بتقومي الصبح تقدري تقفي على رجلك وتعملي فطار لنفسك، ان انت بتقدري تخدمي نفسك، ان انت تقدري تساعدي حد، برضو دي برضو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ما بيداش لأي حد. ان انت مبقاش في قلبك كره ولا بغضاء لحد، دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ان انت تحبي الخير للناس زي ما بتحبيه لنفسك، دي نعمة برضو من نعم ربنا علينا. دايما البني ادم اللي بيحبوا للناس، يعني اللي يحبوا لنفسه يحبوا للناس بس. فانا قلت اقول لكم برضو واتكلم معاكم شوية، وربنا يا رب يصلح حال المسلمين جميعا ويصلح حالكم ويوفقكم لما يحبوه ويرضاه يا رب العالمين. ودايما انا بحب تعليقاتكم الجميله
ما تبخلوش عليا بلايك وشير، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لي ايه رايكم. وانا عندي وعد، مش بقول كلام وخلاص. اللي يقول لي المكان ده فين بالظبط، وانا قلت لكم ده في القاهره، انا هحول كل واحد هحوله 200 جنيه على فودافون كاش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي.